الأميرة نورودوم جينا مش بس عضوة في العيلة الملكية الكمبودية، دي كمان عارضة أزياء ومطربة وممثلة. مع أنها عندها 14 سنة بس ملايين بيتابعوها على السوشيال ميديا، وكتير من الناس شايفينها نجمة حقيقية من دلوقتي، وكمان بيعتبروها واحدة من أجمل الأميرات الصغيرين في آسيا. من أول نظرة حياتها شكلها فخمة جدا، بس ما تستعجليش وتحسدي البنت دي. طب إزاي أميرة الصغيرة بقت واحدة من أشهر الوجوه في آسيا؟ يا ترى إيه الثمن اللي اضطرت تدفعه عشان الشهرة دي كلها؟ ويا ترى إيه اللي مستنيها في المستقبل؟ اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك. يلا بينا نبدأ. العائلة الملكية الكمبودية من أقدم العائلات الملكية في آسيا. مع إن الملكية ما بقتش ليها سلطة سياسية، لكنها لسه ليها مكانة خاصة في قلوب الشعب الكمبودي. على رأس العائلة الملكية بيوقف الملك نورودوم سيهاموني، اللي تولى العرش سنة 2004 بعد تنازل والده الملك الأسطوري نورودوم سيهانوك. ومن بين أفراد نسله الكتير، أميرة شابة لفتت انتباه جيل جديد بالكامل، اسمها الأميرة نورودوم جينا. وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها بقت واحدة من أكثر أفراد العائلة الملكية شهرة. الأميرة نورودوم جينا اتولدت في فرنسا يوم 11 مارس 2012. والدها رجل أعمال فرنسي، أما والدتها الأميرة نورودوم بافوري فهي من عائلة نورودوم. من ناحية والدتها، جينا هي حفيدة الملك نورودوم سيهانوك، وكمان الملك نورودوم سيهانوك يعتبر عمها الكبير. وبما إنها من أصغر أفراد العائلة الملكية، كتير من الكمبوديين بينادوا عليها بمحبة الأميرة الصغيرة. نورودوم جينا قضت أول 3 سنين من حياتها في فرنسا قبل ما والدتها تقرر ترجع كمبوديا في 2015. من وهي صغيرة، جينا كانت مميزة بسبب ملامحها اللافتة اللي جمعت بين الجمال الشرقي والغربي. عيونها الكبيرة وحواجبها الكثيفة وملامح وشها المحددة بشكل طبيعي كانوا بيجذبوا الانتباه في أي مكان تروحه. الناس اللي حواليها بسرعة فهموا إنها مميزة. بس على عكس كتير من الأطفال الملكيين اللي مسؤوليتهم الأساسية بس إنهم يذاكروا ويستعدوا لمهامهم الملكية في المستقبل، حياة جينا خدت طريق مختلف تماماً. ولما والدتها لاحظت جمالها ومواهبها، قررت تربيها وتجهزها علشان تكون أكتر بكتير من مجرد أميرة. كانت عايزة بنتها تبقى نجمة، والتحقيق الحلم ده جابت مدرسين خصوصيين يعلموا جينا الخميرية والفرنسية والإنجليزية والتايلاندية والصينية، وكمان رتبت لها دروس في الغنى والرقص والأداء على المسرح والإتيكيت الملكي. وأوقات كانت بتشرف بنفسها على تعليم بنتها. توقعاتها كانت عالية، كانت بتتمنى إنه جينا في يوم من الأيام مش بس تبقى مشهورة في كمبوديا، لكن كمان يكون ليها تأثير في آسيا كلها وحتى في العالم كله. في سن 6 سنين الأميرة جينا دخلت رسمياً دائرة الأضواء. كانت بتظهر كعارضة أزياء في المجلات وبتحضر فعاليات الموضة، وبدأت تظهر تدريجياً في التلفزيون. وفي نفس الوقت كانت بتدرس المسرح الموسيقي والأوبرا في مدرسة للموسيقى والفنون في بنوم بنه. وسرعان ما بقت الموسيقى واحدة من الأسباب الرئيسية وراء زيادة شهرتها. في 2020 و2021 عروضها الغنائية لأغاني مشهورة زي بريتي سافيج ونيكست ليفل انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا. ملايين الناس شافوا الفيديوهات، وقبل ما يمر وقت طويل الأميرة الصغيرة بدأت تجيلها عروض للظهور في أفلام ومسلسلات تلفزيونية. في أول دور تمثيلي ليها في الدراما التاريخية جولدن كينغدم، لعبت دور بنت فقيرة بإقناع شديد لدرجة إنه الجمهور في كمبوديا كلها اتأثر وبكى. كتير من المشاهدين صدقوا فعلاً إنها بنت من عائلة فقيرة حقيقية. الفيلم بقى ظاهرة، ومع استمرار شهرتها في الزيادة بدأت الشركات كمان تتنافس علشان تكسب اهتمامها. الدعوات بدأت تنهال عليها من برامج التلفزيون وشركات الإعلانات وكمان الشركات الكبيرة. بقت سفيرة علامة تجارية ملكية لشركة سيلكارد اللي هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في كمبوديا، وبعد كده اشتغلت مع علامات تجارية عالمية من الصين وتايلاند وإندونيسيا، وكمان حضرت افتتاحات كبيرة لمحلات الموضة والمطاعم ومشاريع العقارات وكمان فعاليات تانية كتير. في ناس كتير كانت معجبة بنجاحها،
لكن في ناس تانية بدأت تسأل سؤال بسيط: ليه أميرة عندها 14 سنة لازم تشتغل بالشكل ده؟ ما هو في الآخر مش المفروض إنه العيلة الملكية تعيش حياة رفاهية؟ بس الحقيقة إنه حياة العيلة الملكية في كمبوديا مختلفة تماماً عن اللي ناس كتير متخيلينه. مع إنه عائلة نورودوم ليها تاريخ طويل ومرموق، إلا إنها غالباً بتتوصف إنها واحدة من أفقر العائلات الملكية في العالم. الملكية ما بقتش ليها سلطة سياسية، وما بقتش مدعومة مالياً من الشعب. الملك نورودوم سيهانوك نفسه بيتقال إنه بياخد بس ما بين 2000 و 5000 دولار في الشهر لمصاريف معيشته، مبلغ بسيط مقارنة بالمليارات اللي بيمتلكها العائلة الملكية في تايلاند مثلاً. علشان كده في ناس بتعتقد إن مسيرة جينا الفنية المتصاعدة مش بس عشان الشهرة، لكن كمان عشان الفلوس. وفي نفس الوقت جينا بقت واحدة من أكثر أفراد العائلة الملكية المحبوبين. هي كانت بتمثل العائلة الملكية في الفعاليات الخيرية، الحملات البيئية والتبادلات الثقافية. هي كانت بتسافر للقرى الفقيرة وبتغني للناس المحتاجين وبتديهم دفء وأمل، وده خلاها تاخد سمعة ممتازة وسط الشعب الكمبودي. في زياراتها الدولية كانت بتلبس اللبس الكمبودي التقليدي بفخر، وبتعرف العالم على الثقافة الكمبودية. في سنة 2025 اتعزمت كمان إنها ترحب بالرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته الرسمية لكمبوديا، وده كان دليل على الثقة والأهمية اللي بقت بتحظى بيهم رغم سنها الصغير. وفي نفس السنة الأميرة جينا بقت أصغر امرأة كمبودية تاخد جايزة قاعة مشاهير الإلهام والنموذج في سنغافورة. بس مش كل الناس شايفة إنه الحياة الاستثنائية دي مثالية. لما جينا بقت مشهورة أكتر، ناس أكتر وأكتر بدأوا يطرحوا تساؤلات. في سن أغلب الأطفال فيه بيكونوا مركزين في المدرسة وبيقضوا وقت مع أصحابهم وبيستمتعوا بطفولة عادية. جينا قضت جزء كبير من حياتها بتصور إعلانات وبتحضر فعاليات عامة وبتسافر برا البلد وبتتحمل مسؤوليات حتى كتير من المشاهير الكبار ممكن يلاقوها تقيلة عليهم. بعض الناس شايفين إنها عمرها ما خدت فرصة تعيش طفولتها زي ما المفروض، وحذروا إنه ده ممكن يأثر عليها في المستقبل. وفي ناس تانية راحت أبعد من كده واتهمت والدتها إنها بتضغط عليها جامد وبتستغل شهرتها عشان تكسب فلوس. النهاردة الأميرة جينا عندها قاعدة جماهيرية ضخمة على السوشيال ميديا. عندها أكثر من 3 مليون متابع على فيسبوك، وأكثر من 4 مليون على تيك توك، وكمان أكثر من 1,000,000 مشترك على يوتيوب. لما نبص على آخر بوستات جينا على إنستغرام، في ناس شايفة إنها فقدت شوية من البراءة اللي دايما بنربطها بسن المراهقة، وبدل البراءة دي شايفين إنها بقت تظهر بشكل أنضج وبستايل لبس غربي كده، وده بيبان أكبر من سنها بكتير. لو كانت الحياة الاستثنائية دي هتقبلها السعادة في الآخر، ولا الشهرة ليها تمن غالي قوي؟ ده اللي الزمن بس هيبينه. انتي رأيك إيه؟ هي الأميرة جينا عايشت حياة الأحلام، ولا هي ضحت بحاجات كتير قوي وهي لسه صغيرة؟ شاركينا رأيك في التعليقات. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات تانية زيه، ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه مشتركتش، فعلاً لازم تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. بشوفك في الفيديو الجاي.